على الجميع. اليوم اريد احكي عن موضوع شلون واحد يعادل شهادة المعهد. يعني انت عندك شهادة دبلوم، فاليوم راح اشرح لك شلون تعادل. اليوم يعني انا دا اساعد في معادلة ولد دز لي الاوراق، وانا هسه راح ادز الاوراق بالبريد. هواي بالعراق ما يعرفون شنو يعني تدز الاوراق بالبريد، يتخيلوا في الموضوع صعب انه انت تروح على مركز الدي اتش ال وكذا، فت قصه يحسوها. يعني الموضوع كلش بسيط، تحطه بظرف مثل هذا وتخلي هنا طوابع هسه راح اشوفكم، وتدز الاوراق بالبريد. تعال اشوفكم شلون ادزها بالشارع هسه شلون. يعني مو تقول تروح على مكتب وكذا وما اعرف ايش وموضوع معقد، لا، تخلي الاوراق ايش بالبريد وترسلها. فانا رايح وياكم اليوم راح اشوفكم شلون واحد يذب الاوراق بهالبساطه. يعني من شو يعني اقول لك عندك واحد قرايبك بالمانيا يقدم بمكانك كلش ابسط، لانه هنا الاشياء مرتبه. يعني هسه تشوفون هذا شوف هذا الصندوق، هذا صندوق الدوتشا بوست، هذا الظرف مالتي مال المعادله راح اشيله شمره بالبريد ويروح للدائره المعنيه. هاك هسه افتح هذا هيك، شمره هيك وتسد، هذا راحت للمعادله. فهذا الموضوع اليوم سويت لك بفيلم، راح اشرح لك. يعني بعد هذا الفيلم اكو فيلم يشرح بالضبط شلون تسوي معادله لما انت عندك شهاده مال يعني معهد. يعني خلينا نقول انت تقني كهربائي ميكانيكي، ترى حتى اذا كنت حلاق، حتى اذا كنت نجار، بس تجيب ورقه تثبت انه انت مثلا مشتغل نجار، خلينا نقول 4 سنين خبره. هم شو تسوي انت؟ مو تدز صور وكذا انه انت مشتغل واعمالك، فندزها وين؟ يعني انت تقول انا نجار وعندي هيك مسوي اشياء، فندزها وين؟ لهاي الدائره هي تقيم، تنطيك معادله لو ما تنطيك معادله انه انت تكون نجار. فهذا الموضوع كلش مهم، وفد باب كلش حلو للناس المهنيين، يعني اللي عندهم حرف. يعني فكروا بهذا الموضوع وشوف شنو انت عندك حرفة كذا. مثلا واحد يقول لك اني والله اشتغل لحام، يعني الحم، تجيب الشهادات مالتك وتجيب الخبرة وتدز لي صور وتكتب لي سي في بكذا وسيرة ذاتية وندزها لهذا المكان، بلكت يقبلون يعادلوك ويخلوك لحام تصير. مهم انتظر الفيلم اللي وراه راح يشرح لك بالضبط شلون تعادل شهادتك وشلون تملي الفورمة. اليوم اريد اشرح لك مثل ما قلت لك شلون تعادل الشهادة مالتك مال الدبلوم. ركز وياي هنا ايش دا يقول لك. هنا دا يقول لك ان Erkennung ausländische Beruf abschlüsse. يعني شنو؟ يعني هنا يعني انت تشتغل نجار مثل ما قلت لك بالفيلم السابق، او حداد او حلاق او ميكانيكي او خلينا نقول صباغ او الى اخره، بس تثبت انه انت فعلا خلينا نقول داخل دورة، او مثلا عندك خبرة 5 سنين، او تجيب شهادة من شركة انه انت مشتغل نجار لمدة 5 سنين. تكتب الشركة تقول انا كذا وايد انه هذا الانسان مشتغل نجار لمدة 5 سنين الى اخره، او تكون خريج دبلوم يعني معهد. هنا انا حاجة كل التفاصيل، يعني انت شلون تعادل ما تعادل الى اخره. فشي يقول لك؟ يقول لك اما نعادلها معادله جزئيه، يعني انت نعطيك نقول احنا انه انت نجار، بس تحتاج وياها تسوي مثلا تدريب فد سنه، يعني يعطوك نص معادله، او يقولوا لك لا شهادتك معادله وانت تعتبر نجار وتقدر مباشره تدرس في تشتغل في المانيا. هنا هاي كل المعلومات باختصار حطيت لك اياها. تجي على طبعا هاي المواضيع والعناوين كلها راح اخلي لك اياها بصندوق الوصف. نجي على الانتراج، شلون تقدم الطلب. الانتراج يعني طلب، هنا الانتراج اشتيلونج. شو تسوي؟ هنا انا كاتب لك الانتراج والانترلاجن. يعني تدوس هنا على هاي الزرقاء يطلع لك الطلب. وين الطلب؟ هذا الطلب. تملي اسمك، ما اسمك، عنوانك الى اخره، ولد نثيث، ولد نثيث شنو ولد لو بنيه الى اخره.
هاي اليوم اشتريت سمك، فسألته على نثيا لو فحل، فظلت ببالي سوري. المهم، ف فهنا تكتب الادريس مالتك الى اخره. اذا عندك واحد بالماني هو اللي يقوم لك بهاي الاجراءات تكتب هنا، يعني تكتب هنا المعلومات مالته الى اخره. زين، شنو بعد عندك هنا؟ يقول لك قل لي شنو الريفرنس بيغوف مالتك. اكو هنا اذا تشوف هذا اللينك تدوس عليه. من تدوس عليه ايش راح يوديك؟ راح يوديك يقول لك تعال قل لي انه انت شنو اسم الاختصاص مالتك اللي دارسه. راح تقول والله اني كهربائي الكترونيك مثلا. هاي كل تشوف هاي كلها اسماء الالكترونيك، الاختصاصات اللي انت ممكن تشتغل بيها. او مثلا تقول فور بيلدونج ابو شلوسه، هاي مثلا تقول انا اشتغل بالاندستري مثلا بالمصانع. او تقول مثلا اني اشتغل بالعلاق الميكانيكا، يعني اني ميكانيكي مال معدات. او مثلا اني ميكانيكي مال طائرات الى اخره. شنو بالله بعد هاي؟ او اني اشتغل لابور، او اني اشتغل بالمختبرات مثلا. او اني اشتغل مثلا لحام او ملحام، هاي ميتال هيرشتيلون تشكيل الكذا. او اني كيميائي، هذا هنا أنا كيميائي مثلا الى اخره. شنو بالله بعد؟ او انا اشتغل في مجال خلينا نقول الزراعه مثلا، تقول اني العفو شنو هاي؟ لا هاي في مجال التغذيه، مجال التغذيه. يعني انت تشتغل خلينا نقول في صناعه خلينا نقول الدهون الى اخره. او مثلا شو تقول انا ترى اشتغل في الاسفلت باور، يعني انا اسوي مو يبلطون الشوارع، انا اعرف شلون ابلط الشارع مثلا، عندي شهاده تثبت انه انا ابلط الشارع. او مثلا بالوايرات، امدادات الوايرات. فهنا كل الاختصاصات. فشوف انت اختصاصك شنو يناسبك. هنا شنو اختصاصك؟ كلها مكتوبه، كلها مكتوبه، كل الاختصاصات اللي بقلبك مكتوبه، فتختار اختصاصك. او مثلا تشتغل بالبانكن، يعني بالبنوك او بالتامين الى اخره. فمن تخلص تيجي تاخذ الاسم وتخليه هنا، تكتبه هنا. تقول مثلا اني ترى ميكانيكي، او اني فلاح، او اني نجار الى اخره. بس شنو لازم الاسم تجيبه من هاي الليست اللي قلت لك عليه. زين، وهنا تكتب الانقابين تسور او سلنشن او سبلن. انت يا تريننج ماخذ، وين دارس، بيا شركة متعلم، بيا بلد، الاسم، الايميل، الكذا كله تخلي. زين، انت شنو درست؟ دراستك كانت نظري لو كانت بس عملي بس براكسس؟ كانت البراكسس مالتك شولش يعني من ضمن الدراسة، لو بتغيب ليش يعني بالتشغيل؟ ايش وقت بدا مالتك الاوس بيلدونج؟ ايش وقت انتهى؟ ايش وقت ايش قد اشتغلت انت؟ عندك خبرة بالبراكسس، هذا الدور بالبراكسس. طبعا اذا ما تعرف لا حاول تترجم يعني. زين الى اخره. او انت بعدك انت بالمعهد وتقول يابا ترى انا الاوس بيلدونج مالتي فوق ايش غيبنا اوس بيلدونج سايت يعني، او ايش قد اخذ وقت يعني مالتك الاوس بيلدونج الى اخره. وهذا شو وقت تخرجت الى اخره. هنا تكتب التيتشكايت، يعني انت شنو الخبرات مالتك، شو اشتغلت، اول شغل، ثاني شغل، ثالث شغل الى اخره، من الحديث للقديم تكتب. زائد يعني ايش قد اشتغلت، هاي الخبره كلش مهمه. زين، هنا شنو عندك؟ هنا شنو انت الدراسه مالتك شنو دارس؟ تقول والله انا ابتدائيه ومتوسطه واعداديه ومكمل صناعه مثلا ميكانيك الى اخره. زين، هنا شنو كاتب لك؟ كاتب لك اغفيرب اوبزيشت، يعني انت تريد تشتغل بالمانيا. اي نعم اريد اشتغل. شاب غاية انا انا مقدم قبل طلب بهاي الاختصاص؟ لا ما مقدم طلب. فتقول له ناين انا ما مقدم قبل طلب. هنا أنا تقول له يا مثلا، وهنا أنا تقول له يا اني ما يخالف قابل شكليغه، يعني اني اقبل وتوقع. هنا أنا تخلي الاورت تاريخ، خلينا نقول المدينه بغداد تاريخ وتوقع. وهنا أنا هم تجي نفس الحاله توقع انه تقول يا ترى الشهادات مالتي حقيقيه الى اخره. تعال هنا ايش كاتب لك؟ كاتب لك شنو الاشياء المطلوبه منك. يقول لك اما تجيب لي الشهاده مالتك مال التخرج مال المعهد بالعربي، ها يعني باللغه مال الام، او تجيبها بالالماني ترجمه.
يعني اي لغه تجيبها تشتغل زين. هنا تجيب مثلا هنا تجيب الشهادات مال الخبره بغوفس اخفاء. بعدين هنا تجيب عندك شنو شهادات، شنو كورسات، شنو ماخذه. زين بعدين يقول لك يابا حط لنا مالتك نسخه من الجواز على مود يشوف اسمك صحيح يشبه الشهادات. بعدين تجيب لك السي في كلش مهم على مود تكتب بيه انت شنو مشتغل. زين هنا تكتب لي انه انت مثلا مثلا تريد تقدم على شغل او لقيت وظيفه الى اخره. زين هنا تجيب لي مالتك الانهالت مال الاوس بيلدونج اذا دارس معهد شنو هي المواد اللي درستها. الشهاده مالتك لازم بالدرجات موجوده، مثل ما قلنا دائما شهاده تخرج بدون درجات، شهاده تخرج بالدرجات تصدقها من الخارجيه وتسوي نسخه طبق الاصل بالسفاره الالمانيه. هاي حاكي بيها هوايه يعني، هاي هذا ستاندر عندك. تحتاج شهاده لغه بهذا المعادله؟ لا ما تحتاج، بس تملي الفورمه وتجيب الاوراق مالتك مصادقه. حلو. من تخلص تدز مالتك الطلب مع الشهادات مالتك كلها والسيرتيفيكيتات والكذا على هذا الموقع. هذا الموقع الجوده، شوف هذا الجوه، هذا هنا تدز هذا العنوان بالبريد لازم، وبي مالتك التوقيع الرسمي، بي مالتك التوقيع الرسمي. زين هسه نرجع خطوه فير لاست. زين هسه شنو قال لك؟ قال لك هذا البيغوف لسته، هاي اللي قلنا عليها البيغوف لسته انا وياك حكينا بيها قبل شوي شفناها. يعني انت شنو مالتك؟ زين هذا شنو هذا فولجا انتراك ناخ بشايد وبتايل. زين هذا انت قدمت اول طلب ويش الشهادات قالوا لك يابا انت المعادله مالتك جزئيه، يعني نعتبرك نص نجار، لازم تسوي تدريب مهني في المانيا بعد فد سنه يلا نقبلك تصير نجار مثلا، بس ينطوك نص. بعد ما تخلص السنه بالمانيا وصرت نجار فعليا ترجع تقدم طلب من جديد، تقول لهم يابا هذا التدريب مالتي في المانيا سنه وهذا مالتي المعادله الجزئيه، فيسموه فولجا انتراج، يعني الطلب المكمل او القادم او الثاني الى اخره، على مود تاخذ شنو؟ تاخذ الاعتراف الكامل. هاي الورقة الأخيرة شنو؟ هاي عبارة عن مستر فول ماختن. شنو يعني؟ يعني أنت تسوي وكالة، الواحد إنسان بألمانيا هو يمشي بالمعاملة، يعني تدز له الأوراق. شلون أنا اليوم بالفيلم أول ما طلعت شلت شمرت الأوراق مال هذا الولد بالبريد، هو مسوي لي فول ماخت، مسوي لي وكالة، فأنا رحت قدمت بمكانه، سحبت الأوراق رتبتها كذا سيفيات وحطيتها بظرف وحطيت له كذا وقدمت بمكانه، هو يوقع على الورقه وانا اوقع. هذا الفولماخت، تفتح هاي الفولماخت هذا تحط بيه انت اسمك وتفاصيلك وتخلي هنا بفول مشتكه اشتكته، يعني الانسان اللي راح تسوي له وكاله اللي هو اسمه وتفاصيله، وهنا توقع الى اخره يا وبالاخير توقع انت وهو يوقع وراك على مود يصير عنده وكاله، هو يمشي بالمعامله بمكانك الى اخره. فبهالبساطه انت تملي الفورمات وتدزها بالبريد وتحصل على المعادله. طبعا هنا اكو فيلم انا حاط لك هنا فيلم هذا Deutschland. تشوفه Frau A und Herr B عباره عن دقيقتين يحكي لك بالضبط المعادله شلون تصير، لكنه بالالماني. تقدر تشوف بس الصور، عن طريق الصور راح تفتهم شنو يقصد بهاي المعادله. انا هنا وصلت الى النهايه، اتمنى الكل يفتهم شنو هذه المعادله مال الحرفيين والدبلوم، وهذا اعتقد راح يفيد شريحه كلش كبيره من العراقيين. وهنا العمر ترى ما يلعب اي دور، يعني انت حتى لو صناعه وعمرك 40 سنه وحداد وعندك خبره وتشتغل هم تقدر تسوي معادله. اتمنى لكم التوفيق، واي سؤال عندكم كتبوا لي اياه بالتعليقات. تحياتي.